كنت ميت من الجوع الساعة 2 بالليل بعد صلاة الظهر. اوب اوب يا جماعة، ده عملت اطول مطة في العالم بالوصفة اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي دي. انتوا ممكن المطة دي توديكوا البلاد اللي انتوا عايزين تسافروها اصلا، وعلى حسب الكمية. شايف المطة يا باشا؟ مطة جوسي كده تنزل في اعماق القلب. طب حد يقول لها تخلص يا جماعة؟ غير ان الطعم طلع خطير واستحميت بالمطة. متهيألي مفيش مصري او مصرية مش بيعملوا الاكلة دي بالليل. تعال اقول لك ايه المكونات. وهي فطيرة وطبق غرقان جبنة تركي او موتزاريلا. وتفتح الفطيرة بنفس الطريقة دي، غرقها يا باشا من جوه كده حلبسة جبنة تركي، لازم تبقى طازة اطيس حاجة من جوه. تحطها في الميكروويف لمدة ربع ساعة 10 دقايق كده، تطلع بالمنظر القمر اللي انت شايفه ده. بس حاسب لا تتلسع لانها هتطلع السخونية جواها مش طبيعية، وهتطلع هشة بالطريقة الفظيعة اللي انتوا شايفينها دي. وهي دي المطة بتاعت جوع اخر الليل اللي انتوا ممكن تعملوها باقل التكاليف وب7 جنيه. وهنا المطة طبعا ما كانتش عايزة تخلص لحد اما ودتني البلاد اللي انا عايز اسافرها. انت ممكن تروح الاوضة اللي جنبك اصلا عشان تخلص المطة دي. بجد كان طعمها حكاية. اسهل